معلومة على السريع. علم الآثار اللي هو الأركولوجي دي أصلا كلمة يونانية ومتاخدة من جزئين، أركوس يعني ماضي أو بداية، ولوجيس كلمة أو حديث اللي هو حديث الماضي، لأن طبعا كل الأثريات بتتكلم عن فترة تاريخية قديمة. اليونانيين في البداية كانت أغلب الأثريات بتاعتهم بدائية وأغلبها أواني فخارية من الطين، بس بعد التوسعات بدأوا يتطوروا شوية وأخدوا من إيطاليا شوية حاجات وبدأوا يعملوا الأثريات بتاعتهم من المرمر. بس أكتر حضارتين أثروا في فن النحت اليوناني كانت الحضارة الفرعونية، وأخدوا منهم الضخامة والعظمة في التماثيل، والحضارة الأشورية اللي هي حضارة بلاد ما بين النهرين سوريا وتركيا والعراق، أخدوا منهم الدقة في التفاصيل وجمعوا ما بين الاتنين. فلو شفت تمثال قدامك هتفتكر إنك شايف بني آدم حقيقي من ضخامة التمثال والدقة في تفاصيله. هتلاقي فيه عضلات باينة للبطن للدراع للفخذ، وكأنك شايف بني آدم حقيقي قدامك. بس أغلب تماثيلهم للأسف كانت عريانة، فأنا هوريكوا شوية تماثيل بس مش كله علشان الرقابة وبس يا سيدي.